بص يا جماعة، البلد كلها تماثيل، في كل حتة تماثيل. وبعد يوم قضيته في صربيا هتحرك على مقدونيا الشمالية، مستني الباص. هتحرك ان شاء الله بري. خليكم معايا، لسه فاضل تقريبا حوالي 3 أو 4 ساعات علشان نوصل في الحدود بتاعة صربيا، واللي منها ان شاء الله هنعدي لمقدونيا الشمالية. الطبيعة بصراحة جميلة أوي أوي أوي، واحلى حاجة في ان تسافر بري انك عمال تشوف الدول اللي بتعدي عليها. وصلت الحمد لله للحدود بتاعة صربيا، وهنا الحدود بتاعة مقدونيا الشمالية. هما الاتنين جنب بعض، يعني تختم خروج هنا وتختم دخول الناحية التانية. واخيرا الحمد لله وصلت محطة الباص في سكوبي، وهبتدي بقى اروح على الهوستل ان شاء الله. بصوا يا جماعة، الهوستل حاجة روعة الروعة بصراحة. يعني البرايفسي، الخصوصية فيه جميلة جدا جدا جدا. كل واحد قافل على نفسه والدنيا تمام التمام. هنا المكان من جوه قافل على نفسي، مفتاح النور والفيش صراحة جميل جدا. كمان هنا تحط حاجتك وتقفلها بالمفتاح، وفي شماعة جوه. جميل جدا 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 بصراحة. سعره كان 7 يورو، حجزته قبل ما اجي. سعره ممتاز ممتاز، يعني مكان هادي وجميل قوي. نزلت بقى اتحرك في السيتي سنتر. زي ما انتم شايفين في كل حتة هنا بتلاقي تماثيل في كل مكان. في من هنا في الشارع ده في زي سوق كبير. المكان هنا كله مليان أتراك ومن الناس من ألبانيا. البلد فيها نسبة كبيرة جدا جدا من المسلمين، يعني الأكل هنا بشكل كبير قوي هو حلال. المدينة بصراحة قديمة قوي، شوارعها جميلة وعجبتني بصراحة. يعني المكان جميل قوي. منتشر بشكل كبير قوي مطاعم للأتراك هنا، مطاعم كتيرة جدا للأتراك، ومطاعم برضو من ألبانيا. علشان تقدر تدخل البلد هنا يا إما يكون معاك فيزة أمريكا، يا إما يكون معاك فيزا شنجن، يا إما بتقدم على الفيزا من السفارة نفسها. ولو معاك فيزة أمريكا مش لازم تكون استخدمتها علشان تقدر تدخل البلد. هي البلد بصراحة يعني مبدئيا تستحق الزيارة. البلد لطيفة وشعبها جميل. الأكل فيها حلال بنسبة كبيرة. فيها أماكن لكل حاجة، طبيعة. جوها كمان لطيف، يعني ما هياش برد شديد، لا هي الجو بصراحة فيها معتدل كتير قوي. مبدئيا تمام يعني. وده تمثال الملك فيليب الثاني، ملك مقدونيا. بس يا جماعة في كل حتة تقريبا في تماثيل.
وهنا الجسر ده من أشهر الأماكن اللي موجودة، الجسر الصخري اللي موجود في ساحة مقدونيا. وهنا نهر فارادار. نهر فارادار ده أطول نهر موجود في مقدونيا، وكمان بيمر على اليونان، إن طوله حوالي 380 كيلومتر. ده التمثال بتاع الإسكندر الأكبر. كانت في مشكلة بين مقدونيا واليونان بسبب إن في اليونان الجزء الشمالي اسم مقدونيا، والموضوع ده كان من سنة 96 لغاية 2018. فضلوا تقريبا في مشاكل مع بعض لمدة حوالي 27 سنة، وفي الآخر استقروا على اسم مقدونيا الشمالية. بالنسبة يا جماعة لموضوع التماثيل، بصراحة أنا ما ارتحتش غير لما قلت لازم أسأل حد من أهل البلد يعرفني القصة دي ايه. فلما سألته قال لي إن كان في أزمة اقتصادية عالمية حصلت في 2008، فجم بقى في 2014 الحكومة بتاعت مقدونيا قرروا إن هم هيبنوا تماثيل علشان ينشطوا السياحة. الموضوع ده يا جماعة كلفهم حوالي 100 مليون يورو، طبعا مبلغ ضخم، وكان الشعب كله غضبان جدا بسبب الموضوع ده. وهنا عديت الجسر الصخري وداخل على المدينة القديمة، ودي قلعة فريدينا كالي. دي عبارة عن حصن بيزنطي بناه العثمانيين في القرن 16. وهنا ده مكان اسمه حمام باشا، ده موجود فيه شوية لوحات ويعني يعتبر شوية متحف. ووصلنا كده السوق القديم. الجزء ده يا جماعة كله كده كان تحت سيطرة العثمانيين، فعلشان كده هتلاقيه غلبوا شوية الطابع العثماني، وشوية شبه اسطنبول يعني في بعض الأماكن والبنى والقلعة اللي كانت موجودة. نافورة المياه دي يا جماعة موجودة في كل الدول البلقان، هي مياه نظيفة صالحة للشرب يعني. وده مسجد سلطان مراد، ده اللي بناه السلطان مراد الثاني في القرن ال15. ودي من أشهر الأكلات هنا، بصراحة طعمها جميل جدا جدا يعني، يتفضلوا معايا. وهنا الحلويات دي هم بيشتهروا بيها هنا قوي، خلينا نجيب واحدة كده نجربها.
هي طعمها جميل بس أنا مش فاهمها، يعني هي بسكوت وجواها كده مكسرات لذيذة حلوة. شكل الأتوبيسات هنا يا جماعة زي الأتوبيسات اللي موجودة في لندن بالظبط، شكلها جميل قوي. أنا دلوقتي في طريقي للمطار، وإن شاء الله أبدأ رحلتي لأمريكا.